ولا تقاس بمدى نجاح حفل الافتتاح. اذا كان حفل الافتتاح نجاح فالبطوله غتكون واعره ان شاء الله. ياك اللي غادي يدير لنا افتتاح هو اللي يعمل افتتاح للمونديال. اذا وليد الركراكي يفاجئ الجميع بالظهور وسط الميدان. الكره غتضرب بوطو كره غتضرب بوطو وغتخرج. غابغيتكم واحد التكريم على لا ليجوند بيلي اللي مشات لنا هذا العام. سيبقى وليد الركراكي الى الابد اول مدرب مغربي يصل مع المنتخب الوطني المغربي لنصف نهائي كاس العالم. هنا مشهد خامس، تكريم للاسطوره بيلي الذي توفي عام 2022، تكريم مدون للراحل اديسون ارانتيس دو ناسيمينتو المعروف في جميع انحاء العالم باسم بيلي. كنجم كرة قدم عالمي ومهاجم عبقري أحدث ثورة في لعبة كرة القدم، ولم ينسى تراثه الكروي أبدا حتى بعد اعتزاله. يلا سير سير سير. جميل جدا هذا الاعتراف. الاخوان اللي ما قدروش يجيو يتفرجوا في الماتش حيت كان ضغط كبير على التيكي، انا جيت درت لكم ميني فلوغ نقول لكم من الدخله حتى الخارجه كيفاش دازت الاجواء. دخلت فاسيلمون، ما كان لا زحام لا حتى شي حاجه، واخا التيران كبروا ولا كيهز 65,000 متفرج، ولكن الدخول كان ساهل. دخلت مشيت جلست في السياج ديالي في الكرسي ديالي بالنمره بالمسائل كلشي هو هذاك. الناس اللي خدامين تما كيوروك بلاصتك فين تجلس فيها، وكانت الامور مضبوطه في الجلوس. بدا الافتتاح وكانت اجواء رائعه. انا هنا صورت واحد الجانب اللي ما كيصوروش في التلفازه، هو الجمهور كيفاش كان كيتفاعل مع الموسيقى وكان كيغني معها. هنا لي جو دارتيفيس داكشي جاء ناق يا سلام. الفولكلور والتقاليد ديالنا كانوا حاضرين بقوه، وصلنا للعالميه، ولكن باقي محافظين وفخورين بالتراث ديالنا. واخا ما كان حتى شي فريق مغربي لعب اليوم، الجمهور ما قصرش وشجع طيله 90 دقيقه. صراحه الجمهور المغربي يعشق كره القدم. تخيلوا معايا مباراه افتتاحيه لم يلعب فيها اي فريق مغربي والتيران ممتلئ عن اخره. ما كرهناش صراحه ننظموا كاس افريقيا ولما لا كاس العالم، حلم طال انتظاره ولكن سيتحقق. نقد رياضي في موقع ميركاتو داي. طبعا شفنا الجمهور المغربي بيشجع سير اللي اتشهر بها في كاس العالم من خلال المدير الفني الرائع وليد الركراكي، اللي كان اول مره انا اشوفه واحضر له مباراه في الملعب. كان في نهائي كاس العرش المغربي سنه 2015 هنا في طنجه، وكان خسر المباراه طبعا امام اولمبيك خريبكا، ولكن دي كانت بدايه معرفتي بوليد الركراكي. والنهارده سبحان الله يرجع تاني وليد الركراكي لكن بشكل مختلف كمدير فني للمنتخب المغربي اللي حقق احسن انجاز في تاريخ الوطن العربي. الافتتاح كان رائع، عجبني جدا بكل ما فيه، واعتقد ده من اكتر حفلات الافتتاح المبهره اللي اتعملت في السنوات الاخيره في الوطن العربي، واحسن من حفل الافتتاح اللي اتعمل سنه 2013 و14 في كاس العالم. انا حضرت الاثنين، اظن ده في تفوق وفي تطوير في عمليه الافتتاح واظهار او ابراز الفلكلور الخاص بالمغرب اللي هو الفلكلور الجميل جدا، والنقوش والزليج المغربي والرقصات المغربيه والدقه اللي هي على الطبله. يعني الامور كانت رائعه جدا النهارده بصراحه. يعني المغرب ابهر العالم بجد، يعني ابهر العالم المغرب النهارده في الافتتاح. مبسوط جدا بصراحه بوجود عدد الكبير ده من الجماهير وتشجيعهم ومساندتهم للنادي الاهلي، وده اللي سيطر على لعيبه النادي الاهلي في حديثهم في الميكسد زون، وعلى المدير الفني ايضا مارسيل كولر اللي شكر الجماهير المغربيه بشكل كبير جدا خلال حديثه. حاجه تشرف بصراحه، حاسس ان احنا في بلدنا الثانيه، ودي حاجه مش جديده على الاهلي. الاهلي ما قدمش المستوى اللي كان مطلوب منه او اللي احنا مستنيينه من الاهلي، بس بدايه مبشره وان شاء الله ربنا يقدم اللي فيه الخير والاهلي يوصل النهائي باذن الله. ورايك في التنظيم المغربي للحدث وحفل الافتتاح؟ حاجه تشرف، والجماهير منظمه والشكل كويس، وحاجه تفرح بصراحه. حاجه مش جديده على المغرب واهل المغرب، وده حاجه مش جديده على الاهلي في اخر النسختين في كاس العالم للانديه. الاهلي كان المركز الثالث واخد ميداليه برونزيه، وان شاء الله النسخه دي يبقى الاهلي مركز ثاني ان شاء الله لما يلعب ريال مدريد. دي حاجه مش جديده عليكم، يعني انتوا كنتوا شرفتوا نفسكم وشرفتوا الوطن العربي في كاس العالم، وان انتوا بتساندونا دي حاجه مش جديده عليكم.
طبعا بداية بشكل عام التنظيم الحقيقة المغربي لحد دلوقتي ماشي بأفضل مما توقعت، على الرغم من إسناد البطولة قبل يعني أسابيع قليلة للمغرب، بطولة كبيرة بحجم كأس العالم للأندية، لكن الحقيقة الأمور ماشية على أفضل ما يكون. مفيش الحمد لله أخطاء. النهاردة الدخول وخروج الجماهير كان على أفضل شكل. حفل الافتتاح كان رائع جدا، معبر عن روح البطولة ومعبر عن الثقافة المغربية، ولمسة كمان الاحتفال بالفريق المغربي وإنجاز الفريق المغربي والمنتخب المغربي في كأس العالم. يعني أطفت حماس كده على الجماهير، وكلنا يعني تذكرنا، أنا كنت موجود في قطر وكنا مساندين لمنتخب المغرب، فافتكرنا الأيام الحلوة والإنجاز الكبير. الروح دي إن شاء الله تساعد كمان الأندية العربية، الأهلي والوداد وحتى الهلال السعودي، إن شاء الله يعملوا مسيرة كبيرة في البطولة. النادي الأهلي النهاردة كان يعني بيلعب وسط جماهيره كأنه بيلعب في استاد القاهرة. المساندة المغربية رائعة جدا، يعني بروح، يعني الجماهير بتشجع فعلا، مش مجرد مساندة عادية لفريق عربي، كأنهم فعلا مصريين أو كأن الأهلي هو اللي فريق مغربي. الأهلي قدم عرض كبير وعرض مقنع، فوز كبير، رغم ان الشوط الأول كان الأداء يعني ما كانش الأداء اللي هو ما كانش فيه تركيز، لكن في الشوط الثاني الأهلي قدم الصورة المنتظرة وفوز كبير إن شاء الله يساعده معنويا إنه يكمل المشوار لحد إن شاء الله مباراة ريال مدريد ثم المباراة النهائية، وتبقى الأهلي والوداد بقى. بس لما نصعد إن شاء الله الأهلي هو اللي يكسب. هي الروح، ما بقول لك، الروح الجماهير المغربية النهارده طبعا كانت بتشجع بتشجيعات وأهازيج مغربية، واللعيبة وصل لهم ده. أنا بعد المباراة اتكلمت مع أكتر من نجم، محمد شريف وعلي معلول ومحمد الشناوي وحتى المدرب كولر المدرب السويسري للأهلي، كلهم كانوا منبهرين باللي عملته الجماهير المغربية معاهم، وبيقولوا احنا كأننا كنا بنلعب على ملعبنا. روح كأس العالم دي اللي عمله منتخب المغرب كبير، مش بس انه وصل لرابع عالم، لانه كسر الحاجز اللي بيبقى بيننا وبين المنتخبات الكبيرة الأوروبية أو اللاتينية. منتخب قدر يكسب إسبانيا وقدر يكسب البرتغال وقدر يكمل لحد الدور قبل النهائي، فبالتالي هي روح المغرب في كأس العالم. محتاج أي فريق عربي بيلعب بطولة كبيرة إن هي تكون عنده الثقة خلاص بقت موجودة والحاجز انكسر. يمكن التشجيعات دي كان لها دور كمان في إن اللعيبة تتحمس أكتر، وإن شاء الله تستمر المباراة الجاية قدام سياتل ساوندرز على